نوير ايده اتكسرت بعد الماتش ده. ايه اللي حصل؟ تعال اقول لك. تخيل معايا نص نهائي دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد ضد بايرن ميونخ. المباراة سخنة جدا والضغط كان نار، وكل ثانية فيها ممكن تغير كل حاجة. كريستيانو استلم الكرة جوه منطقة ال 18، وطبعا فرصة من ذهب لتسجيل جولون شبه مؤكد. قبل ما اقول لك الكرة دي دخلت ولا لا، ما تنساش تعمل لايك فوق. وفجأة نوير الحارس الألماني العبقري وقف قدام كل ده. كريستيانو شاط الكرة من مسافة قريبة جدا، الكرة كانت جاية بسرعة مجنونة والجون شبه محسوب، لكن نوير برد فعل جنوني بالطريقة الشهيرة صد الكرة. تصدي تاريخي وصعب بشكل محدش يصدق. قوة التسديدة ما كانتش سهلة خالص، لدرجة إن نوير اتصاب بعدها، لكن شجاعته المعتادة وروحه القتالية خلت الكرة ما تدخلش شباك. الكل بعد الماتش ده اتكلم عن التصدي، وقالوا إن أقوى وأصعب تصدي في حياة نوير. المهم إن في الآخر ما كانش مجرد تصدي، دي لحظة بتمثل الشجاعة والتركيز، لحظة دخلت التاريخ وفضلت في أذهان كل مشجعين الكورة المستديرة. وبس كده، ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو. في أمان الله.